مساء الفل عليكم، يا مساء الجمال، يا مساء السعادة. واحدة بعتة بتقول: لولا إني واثقة إن ده أبويا هشك إنه يبقى أبويا. ليه؟ حصل إيه؟ نسمع. بتقول: أنا أمي ميتة وأنا طفلة صغيرة. المهم أبويا اتجوز مرات أبويا بعد ما شابونا انقلب كيانه، بالرغم إن كان بيحبنا جدا جدا جدا. ما تعرفوش بقى سحرت له عملت له إيه، أنا معرفش. المهم أمي الله يرحمها كان عندها سطح مليان فراخ وبط والكلام ده كله. كانت تطلع تجيب الطيور وتطبخها وتجيب الأكل وتخش تاكله هي وأبويا وولادها الصغيرين اللي خلفهم منها. يعني هي ما كانش بتخلف، اتجوزت خلفت منه. يعني إخواتي من أبويا، وأنا وأختي قاعدين في الأوضة من غير عشاء ولا غدا وهنموت من الجوع. طب بناكل ايه؟ نقعد نفتش في التلاجة، ممكن ناكل عيش حاف، عيش وجبنة، وهو يقعد ياكل المحمر والمشمر معاها ومع ولاده. نشتكي ونقول له: انت ليه ما بتاكلش معانا؟ انت اب؟ يضربنا ويهنا ويعتلنا العلقة يكسر عظامنا. المهم اتجوزنا، بس شربنا المر منك عنا. كان ياخدها ويخرج وياخد ولاده فسح وخروجات وممسكها الفلوس. ما باخدش دروس، اقعد اذاكر في البيت، ممكن اسقط اعيد السنه. ذل مرات الاب بقى، انتوا عارفين يعني ايه مرات اب؟ يحب ولاده اللي هم اللي جايبهم منها ويدلع ويهشتك فيهم، واحنا قاعدين كأننا العبيد. قومي يا بنت اطبخي، قومي يا بنت اغسلي، قومي يا بنت صبني. لو انا تعبت وما قدرتش اقوم تديله بقى ايه؟ الزومبا زي ما بيقولوا، او الحقنة، ويقوم يطقش فينا. المهم قضينا سنين وسنين على هذا الحال. الايام بتعدي، اتجوزنا، وانا الوقت ابويا بيموت، عنده الكانسر ومتحدد له عملية. وجوزي ربنا عوضني بيه، وجوز اختي ربنا عوضها بيه. وقلنا بقى ده احنا اتجوزنا وملناش دعوة بيه، وكل واحد في حاله. دلوقتي متكرر له عملية ب100,000 جنيه. تمام، ما معهوش. هو كان جايب لها دهب، وكان ملبس البنات ولادها دهب. هي بتقول: انا ما اقدرش ابيعهم علشان ربما يجراله حاجة، مش هعرف اعيش انا ولادي اطفال. المفروض اللي يقف جنبك بناتك الكبار، لان احنا متجوزين جوازات كويسة واجوازتنا معاهم فلوس. جوزي عرض عليا ان انا اعطيله وانا رافضة.